بتوجيه من سماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، وبعد المناشدة للطفلة من أحد الدول المجاورة، تم تحويل هذه الطفلة إلى مركزنا، مركز الوارث للأطراف الصناعية الذكية التابع للعتبة الحسينية المقدسة. قمنا بفحص الطفلة. أول ما أجتنا كانت الطفلة تعاني من تشوه ولادي بالأطراف السفلى اثنيناتهم، عدم اكتمال نمو، كذلك بالطرف الأيسر العلوي أيضا عدم اكتمال نمو تحت المرفق. بعد الفحص الدقيق للحالة ووجود الأطباء ووجود الاختصاصيين مهندسي الأطراف، شفنا أن الطفلة ما تحتاج إلى تداخل جراحي، أنه راح يصير لها أطراف مباشرة بدون أي عملية جراحية. وفعلا قام كوادرنا بتصنيع الأطراف بعد أن استيرادها، بعد أن تم تحديدها، أطراف ألمانية وإنجليزية، والطرف العلوي كان طرف سيليكوني تجميلي من اليابان، شركة يابانية متخصصة بالأطراف التجميلية. تم استيراد الأطراف وعمل القوالب الخاصة للطفلة، وتم تركيب الأطراف داخل مركز الوارث، والحمد لله والشكر يعني رأسا استجابت إلى الأطراف وبدأت تأخذ خطواتها الأولى، وهاي بالنسبة لنا فرحة. طبعا الكلفة الإجمالية للأطراف ثلاثتهن بحدود 12,000 دولار، تكفلت بها العتبة الحسينية المقدسة بكامل المبلغ.